برج الاسد بقى البرج اللي معظم الناس بتخاف منه شويه في الاول، او بتجيب خطوه لورا كده. يعني مش سهل انك تحبه من اول ما يدخل. في ناس ممكن تتشدله، يعني تبقى يلفت النظر، من الابراج اللي بتلفت النظر جدا. هو لو ما لفتش النظر ما يبقاش برج الاسد اساسا. ملفت للنظر جدا. بيحب يبقى اون سبوت، يعني هو اتيتيودو وطريقته وتصرفاته بتخليه دايما اون سبوت. فاول ما بيدخل على اي ناس جديده ما يعرفهمش هتلاقيه هو يبدو ان هو تنك، بس هو ايه، واثق في اللي هو انا جيت. يفضل قاعد ساكت شويه، كلامه قليل حبتين، مش بيتكلم كتير في الاول. يعني من الناس اللي ممكن تقعد ساكته فتره طويله. هو بيقعد برستيجه، شخصيته. يتكلم امتى؟ يتكلم لو حس ان هو مش ملفت، ان سكوته مش جايب مع الناس، يبدأ يلفت النظر بكلامه، يعلق على حد بيتكلم، يقول رأيه في معلومة، يعارض لو في ناس بتتكلم في موضوع، يعارض. كل الطرق اللي بيها ممكن شخص يلفت الانتباه هتلاقي برج الأسد بيعملها لا إراديا، هو مش بيبقى متعمد. هو ده اتيتيوده يا جماعة، هو لازم يكون اون سبوت، هو خلق ليكون اون سبوت، ده برج الأسد. فهو في الأول في ناس كتير، عارف الشخص اللي بتقول له انا كنت بسترخمك قوي في الاول، بس بعد ما عرفتك حبيتك جدا، ده برج الاسد. هو لازم الفيرست امبريشن بتاعه يبقى كده. الاسد